كانت مباراة عماد. صحيح، جميلة من كثير نواحي. ايش المفاجأة كانت فيها في رأيك؟ الجول المبكر للخلود، الجول المبكر صنع من المباراة إثارة أكثر من الإثارة توقعناها. يعني هو هذا الجول لو جاء مثلا للهلال ممكن تروح المباراة تنفتح بأكثر من كذا. أنا مبسوط كثير مرة من أشياء كثيرة، ولا كنت أتمنى المباراة تروح للأربع وللخمسة وللستة. رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حضور سمو الأمير محمد بن سلمان، اليوم يشوف الترتيب في الدوري ويطالع الهلال الثاني يبغى الدوري، الخلود ال14 ما يبغى يهبط، حاضرين مناسبة كبيرة جدا، مباراة مثيرة جدا. إذا هذا دليل على قوة المشروع. لكن تشوف ثيو هرنانديز، لما نقول بطولة ثيو هرنانديز، لما نقول كرة القدم قرار، مباراة الأهلي الماضية ثيو هرنانديز على سوء الهلال يرجعك، اليوم ثيو هرنانديز يخلصك بالهدف الثاني، وهذا نصف أو أقل من نصف أداء ثيو هرنانديز. الهلال، ايش الفرق بين الهلال والبقيه؟ الهلال اليوم مكسور، مكسور. في بعض الانديه تنكسر نفس هذا الكسر، نفس هذا الاداء، لكن تلقاه ما ينافس ولا على بطوله، يقول لك انا مكسور خلاص ما نافس، موعدنا الموسم القادم. الهلال يقول لك وانا مكسور بنافس. اليوم كل الهلاليين يقولون الهلال سيء من بدايه الموسم الى اليوم، الهلال سيء، محقق كاس ملك ولو فاز المباراه القادمه ممكن ياخذ دوري على سوءه. هذا الفرق يا ابو بدر، هذا الفرق بين الهلال والآخرين، هذه حقيقة. دائما أنا أقولها الناس تزعل، أنت إيش قاعد تقول؟ والله محايد، والله محايد. لكن الثاني في الهلال مصيبة، والخامس والسادس لبعض الأندية جيد، الحمد لله مركز جيد. هذا الفارق. الهلال نادي مؤسس استطاع أنه يحقق بطولة بأقل أداء. اليوم لمسة